ده لو انت ميح او مذاكرتك 50%، او لو انت مذاكر كويس، فالفيديو ده ليك ازاي تلم اي مادة مهما كانت صعبة في ليلة الامتحان. اسمع كويس وركز معايا علشان مفيش وقت، خلاص العداد هيصفر. وقبل اي حاجة وانت بتذاكر عشان تركز، كوباية الشاي بتاعتك وخليك معايا. ما تتوترش، انا عارف ان التوتر عندك ليفل ميكس، انت متوتر ومش عارف تلم ايه ولا ايه، وحاسس نفسك مضغوط ضغطة، ويعني بالمعنى كده مزنوق زنقة الكلاب ومش عارف انت تعمل ايه. بس خليك معايا في الفيديو وبالراحة كده علشان يعني ما تسقطش، واكتر حاجة ممكن تسقطك في الامتحان التوتر. فاهدى كده معايا ويخلي اعصابك ريلاكس، وخلي نفسك ريلاكس خالص. طبعا الناس كلها عارفة بيبقى فيه حصة مراجعة ليلة الامتحان، بيبقى مدرس المادة عامل لك حصة مراجعة هتحضرها. طب لو هو مش عامل، هتسمع كام فيديو مراجعة كده على اليوتيوب عن نفس المادة وتراجع منهم. حتى لو انت رحت حصة المراجعة، ده ما يمنعش انك ممكن تسمع ساعتين كده مراجعة للمادة تثبت معلوماتك اكتر. اكتب الوزارة من الاخر كده، هتحل الامتحانات بتاعت الوزارة علشان هيجي منها والوزارة قايلة كده. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وبعت الفيديو ده لاي حد من صحابك اللي له يستفيد. ما تخلكش بخيل يا عم، الامتحانات قربت. اليوم ده لازم تحل كتير. ايوه هتحل كتير، هتحل مذكرة التوجيه، اكيد بيبقى فيه مذكرة توجيه، وهتحل من كتاب الخارجي، وهتخلص كتاب التقييمات بتاع الوزارة. لازم تحل كتير علشان لما تيجي تروح الامتحان انت مش بتحل، انت بتطبع من دماغك وبتلزق على طول في الورقة. ما بتكونش لسه السؤال غريب عليك، تكون حافظه ومتعود عليه عشان تبقى شايفه قبل كده في ذاكرتك. واهم حاجة الجزئية اللي انت مش مذاكرها كويس او انت حاسس نفسك فيها ضعيف في المادة دي، حاول تذاكره كويس جدا علشان ما يكونش هو السؤال اللي هينقصك في الامتحان. ما تسهرش جامد قوي، انا هقول لك ليه. نام كام ساعة كافية قبل الامتحان، عشان لو ما نمتش هتكون مرهق في الامتحان وبعض المعلومات هيكون تايهة منك، انت ذاكرتها وعارفها بس هتكون تايهة منك. وكمان ابعد عن التليفون. ايوه كام يوم دول ابعد عن التليفون او قلله على قد ما تقدر، على قد الرسايل وخلاص كده يعني. برضو قلل قد ما تقدر علشان الوقت مش هيتعوض الوقت ده، لكن التليفون موجود معاك في الاجازه على فكره. واهم حاجه انك تكون نايم كويس علشان برضو باكد عليها تاني ما تروحش الامتحان تعبان. صحيح ما تسمعش كلام صاحبك اللي يقول لك انا مش بذاكر، عشان هو اكتر واحد بيكون بيذاكر في الليله دي. اه والله كداب، بيبقى اكتر واحد والله بيذاكر. وكمان ما تخليش حد يشمت فيك، قرايبك بقى وصحابك والناس دي كلها، ما تخليش حد يشمت فيك. عايزك تكون راسك مرفوع على طول.